ما حكم الصيام 3 أيام كفارة اليمين لمن ليس لديه مال لكن يستطيع أن يأخذ من والديه؟ لا، إذا كان ما عنده مال، يعني ما يستطيع الكفارة بالإطعام والكسوة، ولا في هذه الحالة ينتقل إلى الصيام، لا يلزم أن يطلب من والديه، لأنه كل مكلف بنفسه، مثل ما أنه ما يلزم أن يطلب مال للحج. ما استطاعة الغير ليست استطاعة غيرك ليست استطاعة لك، هذه من رحمة الشارع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ما يقال استطاعة والدتك استطاعة لك. مثلا والدك عنده مال يلزمه أو يلزمك أن تطلب مال تحج، عنده مال مثلا يستطيع أن تكفر، لا، نقول لا يلزمك، هذه من رحمة الشرع. فليست استطاعة مكلف استطاعة لمكلف آخر ولو كان أباك أو أمك.